أهلا بكم في استكشاف جديد. واليوم عندنا وضع غير متوقع بالمرة في عالم الكورة، يخص النجم السوري عمر السومة. قصة انتقاله المفاجئ للوداد المغربي كانت لوحدها خبر، لكن الأغرب هو غيابه عن ماتش مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية. بالضبط، والمصادر اللي معانا بتقول إن السبب المعلن هو مشكلة في تأشيرة دخول أمريكا مقر البطولة. صحيح، بس القصة يبدو إنها أعمق شوية من مجرد إجراءات إدارية. يعني في كلام عن تعقيدات مرتبطة بأصول اللاعب السورية نفسها. خلينا نوضح تفاصيل أكتر. المصادر بتقول إن انضمام السومة للوداد كان صفقة سريعة جدا، عقد لمدة شهر واحد بس. تمام، مخصوص عشان يدعم الفريق في كأس العالم للأندية. صفقة طموحة وسريعة، يمكن أسرع من اللازم. أسرع من اللازم؟ تقصدي إن السرعة دي هي اللي سببت المشكلة؟ يعني ممكن نقول كده. السرعة دي ممكن ما كانش فيه وقت كافي للتعامل مع أي عقبات إجرائية. المشكلة ظهرت فوراً تقريباً. لأنه ما سافرش معاهم على أمريكا. بالظبط. وهنا بدأت القصة تكبر، قصة التأشيرة دي. والنقطة دي مثيرة للاهتمام فعلا في المصادر، إن إجراءات الفيزا الأمريكية مش بس بتعتمد على الباسبور اللي مع الشخص دلوقتي. صحيح جداً. المعلومات بتقول إنه السفارة بتبص على بلد الأصل. يعني السوريين للأسف بيواجهوا تضييق أمني مشدد وطويل. حتى لو معاهم باسبور تاني؟ أيوة، حتى لو معاه باسبور تاني أوروبي مثلا. الإجراءات دي مرتبطة بسياقات سياسية وأمنية معروفة، وده في حد ذاته كان عقبة أساسية. عامل الوقت هنا مهم. وزي ما بيقولوا، اللي زاد الطين بلة عامل الحظ السيء أو التوقيت. في تفصيلة لافتة في المصادر عن حجز ميعاد في السفارة الأمريكية في سويسرا. دي نقطة مهمة. الموعد ده للأسف صادف يوم إجازة رسمية هناك. في سويسرا؟ أيوة، وده طبعا أدى لتأجيل، لا مفر منه. التأجيل ده ممكن يبان بسيط، بس في الظروف دي كان قاتل. تماماً. الوقت كان ضيق أصلاً عشان الصفقة خلصت بسرعة، وانتقاله من العروبة السعودي للوداد كان سريع. ضيفي على ده تأخير الموعد، خلاص المشاركة في الماتش الأول ضد السيتي بقت مستحيلة. طيب، هل ده يخلينا نقول بناءً على الكلام ده إن نادي الوداد يمكن ما قدرش الوقت المطلوب، صح، خصوصًا للإجراءات المعقدة دي؟ ممكن جداً. المصادر بتشير لمثال تاني، لاعب زي أحمد سيد زيزو، بيقولوا إن فيزيته لأمريكا خدت شهور عشان تخلص. ده السؤال اللي كل التحليلات بتطرحه. هل كان في سوء تقدير إداري؟ معرفوش ياخدوا وقتهم؟ ولا المشكلة أساساً في الإجراءات نفسها المرتبطة بأصول اللاعب السوري؟ حتى لو الإدارة كانت ممتازة كان هيحصل تأخير. تفتكري إيه الأقرب؟ بصراحة الرأي الغالب بيقول إنها مزيج من الاتنين. سرعة الصفقة وضيق الوقت مع تعقيدات الإجراءات الخاصة بالسوريين. طيب، وسط كل ده الجهاز الفني للوداد موقفه كان واضح. أعلنوا رسمياً إن السومة مش هيكون جاهز للمباراة الأولى، لكنهم سابوا باب الأمل مفتوح. إنه يوصل ويلحق الماتشات الجاية. بالظبط. الأمل إنه يوصل وينضم للفريق قبل ماتش يوفنتوس أو العين الإماراتي. بس ده طبعاً مرهون بوصوله فعلاً وتقييم المدرب لحالته البدنية والفنية. أكيد بعد الانقطاع ده. أيوة، ومدى سرعة اندماجه مع زمايله الجداد. الموضوع مش سهل. إذن الخلاصة الأساسية من متابعة القصة دي في المصادر هي درس مهم في كرة القدم الحديثة، مش بس الموهبة هي اللي بتحسم الأمور. تماماً. الموهبة مهمة، أكيد، لكن لوحدها مش كفاية. التخطيط الدقيق، إدارة الوقت، والتعامل مع الإجراءات الورقية والقانونية الدولية، كل ده بقى جزء أساسي من اللعبة. وأزمة تأشيرة السومة دي بتوضح النقطة دي قوي. بتكشفها بوضوح شديد. ورغم كل ده لسه في أمل نشوف السومة بيلعب، يمكن لمسته تكون حاسمة في الماتشات الجاية. ممكن جداً. ممكن يغير شكل البطولة للوداد رغم البداية الصعبة دي. وده بيخلينا نفكر في نقطة أعمق شوية. اللي هي مدى تداخل الحسابات الجيوسياسية وتعقيدات السفر الدولي دي مع عالم الرياضة الاحترافية، وإزاي العوامل دي اللي هي بره الملعب خالص ممكن تأثر على مسيرة لاعبين وفرص أندية كبيرة. سؤال مهم جداً للتفكير فيه. تأثير العوامل دي بقى واضح وملموس أكتر من أي وقت فات.